روحي بقى هاتي سبت الخضار بتاعك وحطي فيه الخضار ده وتعالي نعمل احلى طبق مصري اصيل. معانا بقى البصل، هنشيل القشر بتاعه وننضفه كويس جدا ونغسله، وبعد كده نقطعه التقطيعه دي، وبعد كده هنحط له رشه من الملح ونص معلقه من النشا والدقيق، وبعد كده هاتي طاسه على النار فيها حوالي 4 معالق من الزيت، ودي استعمالي الوصفه كلها. هتحمري فيهم البصل كويس جدا لغايه ما ياخد لون ذهبي معاكي، وبعد كده طلعيه على طول. هيكون طبعا معانا عدس منقوع قبلها بساعتين، وبعد كده هتديله غلوتين على النار، واوعي ترمي الميه بتاعته، خليها نستعملها دلوقتي. هتجيبي بقى زيت البصل هتحطي عليه كوبايه من الشعريه، وبعد كده هتحطي العدس اللي هو المسلوق، هتحطي البهار ملح وفلفل وكمون، هتحطي ميه العدس تسقيها لغايه ما يغلي، وطي بقى وسيبيه يستوي. كلكم شطار طبعا بتعرفوا تسلقوا المكرونه. تعالوا بقى بعد كده هتجيبي معلقه زيت وفص من توم وسيبيه يتحمروا، وبعد كده هتنزلي بالخل ومعلقه من الصلصه، وبعد كده هتحطي الطماطم اللي انتي ضربتيها في الخلاط وملح وفلفل وشطه، وتاكلي احلى صلصه. بالنسبه بقى للدقه برده معلقه زيت وتوميه طشيها وشويه خل وملح وفلفل وكمون، وبعد كده حطي احلى طبق كشري هيطلع لك وهمي يا جماعه. كلكم طبعا شاطرين وبتعرفوا ترصوا.